يا أهلا فيكن. اليوم جايبت لكم خبز الجبنة الإسفنجية اللي بيطير العقل، طراوي مو طبيعية وبيدوب بالتم بشكل بيخلي الكل يسأل عن سره. معقول يكون بدون عجن؟ اي والله، خطوة بخطوة راح نمشي سوا لحتى يطلع معكم نفس الهشاشة ونفس اللون. قبل ما نبلش خبروني من وين عم بتتابعوني، هل بتحبوا هيك وصفات سريعة وناعمة؟ حضروا حالكم الريحة بتعبي البيت كلها والنتيجة بتفتح النفس. بزبدية كبيرة بنحط كوب من الحليب الدافي، لازم يكون دافي مو سخن لحتى يساعد الخميرة تشتغل. هلا بنضيف ملعقة كبيرة خميرة فورية، ملعقة كبيرة سكر، منكمل ومنضيف 3 ملاعق كبار من الزيت الزيتون، ملعقة كبيرة مليانة لبن زبادي أو يوغورت، بياض بيضة واحدة، والصفار نتركه لوجه الخبز، نص ملعقة صغيرة ملح. نخلط شوي ومنضيف الطحين، بدنا 3 أكواب طحين منضيفهم شوي شوي مو كلهم مرة واحدة. وبهاي المرحلة بنضيف ربع ملعقة صغيرة من البيكنج باودر وبنعجن بالملعقة بس. اي والله بالملعقة لأن العجينة ما بدها شغل كتير. بنحط شوية زيت على الوجه وبنلم العجينة وبنغطيها وبنتركها ترتاح تقريبا ساعة بمكان دافي لحتى تختمر وترتاح. العجينة ناعمة وطرية مثل ما نكون شايفين، ممكن نستخدمها لأي مخبوزات. وهلا بعد ما ارتاحت العجينة واختمرت بنرش شوية طحين على الطاولة وبنمد العجينة بشكل دائري أو ممكن مستطيل حسب حجم الصينية، وبنحطها بصينية والصينية فيها ورق الزبدة، وبالسكينة بنحدد خطوط مثلثات مثل ما واضح، مو تقطيع كامل بس خطوط لحتى يدخل فيه الجبنة. ونرفع الأطراف بأصابعنا مثل ما واضح عليكم لحتى يعطينا شكل حلو. بنحط الجبنة بين الشقوق، ممكن نستخدم أي نوعية متوفرة عنا، قشقوان، موزاريلا، بيضة، كله بيمشي. وبدنا نحضر خليط التلميع بكاسة صغيرة، بنحط صفار بيضة واحدة، ملعقة كبيرة حليب، رشة صغيرة قهوة سريعة الذوبان، نخفق شوي وبندهن وجه العجينة ومنرش سمسم وحبة البركة، بنغطيها وبنتركها 10 دقائق بس لحتى تختمر وتصير خفيفة وتكون جاهزة لحتى تدخل الفرن. بالنسبة للفرن، الفرن محمي مسبقا على حرارة 180 درجة مئوية. بنحط الصينية بالرف الوسط، النار من تحت أول 20 دقيقة، ولما تستوي من تحت بنرفعها لفوق لتاخد لون الذهبي. والصينية طلعت من الفرن بنغطيها بفوطة المطبخ لمدة 5 دقائق بس. هاي الخطوة بتحبس البخار وبتخلي الخبزة تصير طرية. شوفوا ما ألزها، طرية وإسفنجية وريحتها بتفتح النفس. قدموها مع شاي أو حليب، وإذا جربتوها اكتبوا لي كيف طلعت معكم، ويا ريت ما تنسوا تدعموا الفيديو بلايك حلو منكم، وخبروني من وين عم بتابعوني، وبإذن الله رح نعمل وصفات أحلى وأطيب. وإذا أول مرة عم بتشوفوني اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس مشان يوصلكم كل شي جديد. كوبي اللي عم نستخدم بهاي الوصفة سعته 250 مليلتر. إذا حبيتوا تجربوا الوصفة رح تلاقوا كل المكونات تحت الفيديو بصندوق الوصف. بحبكم كتير ونلتقي بوصفة جاي. مع السلامة، في أمان الله.